ويمكن بفكر ان أنا ارجع لها. والمصحف؟ والله. انت بتتكلم جد ولا بتهرج؟ لا بتكلم جد. تلعب فين؟ في مصر، في الدوري المصري. بجد والله العظيم؟ اراهن لو رجعت الدوري المصري السنه الجايه هجيب على الاقل 10 تجوان. والمصحف؟ عودة ميدو في مفاجأة هزت الوسط الرياضي. أعلن النجم المصري أحمد حسام ميدو عن عودته إلى الملاعب بعد سنوات من الاعتزال. هل يستطيع ميدو أن يعود إلى مستواه السابق؟ وهل سنشهد الزلزال الذي هز ملاعب العالم؟ ما الذي دفع ميدو لاتخاذ هذا القرار؟ وهل هو جاهز بدنيا وذهنيا لهذه العودة؟ وما التحديات التي قد تواجهه؟ لقد شارك ميدو منذ أيام بمباراة كرة القدم الخماسية الودية بمدينة العالمين الجديدة، وأحرز هدفا رائعا من تسديدة من كرة ثابتة. ولكن كان لصديقه الثعلب حازم إمام تعليقك ايه النهارده بمشاركه ميدو بعد قرار عودته للملاعب؟ اتسرع في القرار ده امبارح متهيألي، يعني قالوا امبارح ولعب النهارده. انا متهيألي لازم يقعد مع نفسه تاني، لان القرار ده اكيد هيعيد حساباته فيه، يعني هو استعجل امبارح. وكان هذا رد بجد ميدو. فعلا انا بتمرن كويس، وانا عايز اثبت للناس كلها ان انت لما تبقى عايز تعمل حاجه وتحطها في دماغك تقدر تعملها، وربنا يسهل. ميدو اتمنى ان انت تكون موجود مع. وكانت المفاجأة، فقد أعلن نادي بالدرجة الثانية هو نادي القناة عن الاستعداد للتعاقد مع ميدو في حالة الجدية في العودة إلى الملاعب. فهل تؤيد عودة ميدو للملاعب بعد سن 40؟ شاركنا بتعليق والاشتراك بالقناة لمتابعة أحدث الأخبار الرياضية.